السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الفل. الحياة ما فيهاش مونتاج. يعني ايه؟ يعني كتير جدا بيجي لي اهالي تقول لي انا عايزه المشهد ده يتشال من حياة ابني، ينسى المشهد ده خالص، ينسى الموضوع ده خالص، عايزه الموضوع ده يخلص خالص من حياته. والحقيقة ده كلام شغل افلام. يعني المونتاج مش اوبشن في الحياة الحقيقية. تمام، بغض النظر على قناعتي الموقف ده كان صعب فعلا يستحق انه يتشال، والموقف ده غلط ولازم الطفل ينساه او لا، لكن هي ملوش علاقه بالقناعه. احنا ما بنخليش العيال تنسى. تمام، جو ينسى خالص كأن الموضوع ده ما حصلش، ده مش حقيقي. وخصوصا بقى تيجي ده في موقف ايه، مثلا طفل شاف امه وابوه في وضع جنسي، فتيجي الام تقول لي اعملي لي حاجه خلي الولد ينسى خالص المشهد اللي شافه. اعملها لك ازاي دي؟ امال انت تعملي ايه؟ انا هظبط الموقف ده عن طريق توضيح، مش عن طريق نسيان. النسيان مفيش حاجه اسمها كده اصلا. تمام، او تيجي تقولي انا عايزاه ينسى خالص مشهد القطه ماتت فيه قصاده، القطه اللي كان بيحبها وبيربيها ماتت فيه، او مشهد وفاه جدته، او مشهد وفاه العصفوره اللي كان بيربيها، او مشهد كذا. يعني ايا كان راي الاهل بيبقى قصدهم خير ان الطفل يعني ايه يشيلوا الخبره المؤلمه من الحياه. لكن هي الحياه باكج على بعضها كده. الحياه باكج بالمؤلم فيها، بالاخطاء، بالحلو، بالوحش، زي ما هي كده. الفقد وان كان مؤلم الا ان هو خبره مؤثره في النفس البشريه. اخفاء الفقد عن الناس، وده ياما اتكلمت فيه، وقد ايه اهالي عندهم مشكله قويه في اعتقاد ان اخفاء الفقد مفيد لنفسيه عيالهم. فيبقى مامتها توفت ومش قايله لابنها ان تيتا توفت، ومفهمين ان تيتا عيانه مثلا. تمام، يبقى مامته توفت، مامته يا بني ادم، وكروتوه كده، اصل هي عيانه، اصلها في المستشفى، اصلها سافرت، وفي الاخر ايه؟ اصل ماما راحت عند ربنا، خلصنا كده. فين الخبره اللي مر بيها الطفل؟ فين الاهل اللي شافهم وهم بيحزنوا وهم بيعيطوا وهم بيتاثروا عشان يتعلم هو كمان يعبر عن مشاعره؟ الفقد خبره حياتيه اساسيه. طيب ده في الفقد، اشمعنى بتقولي ده؟ طيب لو حاجه سلبيه في الضرب ولا في المواقف الجنسيه ولا في غيره، ليه مش عايزاه ينسى؟ يا حبيبتي عشان الحياه ما فيهاش مونتاج، مفيش حاجه اسمها ينسى. احنا بني ادمين بنفضل فاكرين خبراتنا عادي. فكان عندي طفل بيتفرج على اباحيه، بغض النظر ان الاباحيه دي كانت متوفره في بيته وهو كان بيتفرج عليها لانها سهل الحصول عليها في بيته. تمام، لكن عيل عنده 7 سنين ولا 7 سنين ونص وعنده مشاهد اباحيه كتير شايفها، فيجي بعد كتير من التاهيل، بعد ما اشتغلنا مع الولد كتير وبقى في تطور قوي في حالته، يجي يقول لي انا حاسس دايما ان انا قليل الادب. ليه؟ يقول لي عشان انا مش قادر انسى، وماما قالت لي عايزاك تنسى الحاجات اللي كنت بتشوفها. تمام، ماما غلطانه يا حبيبي، احنا ما بننساش. هينساها ازاي يا حبيبتي؟ فتقولي انت قلتي للولد ان احنا ما بننساش. ايوه عشان احنا ما بننساش يا ماما، هننسى ازاي؟ دي ذاكره عادي موجوده في دماغ البني ادمين، بينساها ازاي يعني؟ ما انا عايزاه ينساها، انا مش عايزاه يفتكر الكلام ده خالص. ده في يعني من الاول بقى ما كنتش تتفرجيه عليه، سواء كان بارادتك او غصب عنك. لكن طالما شاف، خلاص مفيش مونتاج في الحياه. بنشتغل بقى على الامر الواقع، على السكريبت الجديد ده. طالما شاف بنشوف بقى السيناريو الجديد ايه وبنشتغل على اساسه. تمام، وفقا للمستوى اللي هو شافه. فاوبشن المونتاج مش عندنا في حياتنا الحقيقه، مش موجود في الدنيا اصلا.